ولكن بداية من مجرين إحدى ضواحي تونس، وتحديدا من كهف لتعتيق النبيذ وتخزينه. علاقة التونسيين بالنبيذ تعود إلى العهد البونيقي، فأهالي قرطاج هم أول من بدأوا الأبحاث على العنب وتخميره في القرن الثامن قبل الميلاد، ولا تزال هذه الصناعة مرتبطة بالتراث التونسي إلى يومنا هذا. يصنع النبيذ في تونس منذ القرن الثامن قبل الميلاد، أي منذ 3000 سنة. ما تتباع أي قارورة إلا لما تكون التحاليل متاعها في المواصفات العالمية. وكل نوع تاع عنب عنده الخاصية نتاعو. La relation des Tunisiens avec le vin, c'est une relation qui date depuis. العلاقة بين التونسيين والنبيذ عمرها قرون، وهي ليست بالعلاقة الطارئة، فالنبيذ هو جزء من تقاليدنا نوعا ما، وعلى الرغم من أننا عرب ومسلمون فإننا كنا دائما متسامحين حيال الخمر والنبيذ. النبيذ كان أيضا جزءا من تقاليدنا خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي الذي دام مدة غير قصيرة، فانتقل الإرث الأوروبي في هذا المجال إلينا في تونس. يصنع النبيذ في تونس منذ القرن الثامن قبل الميلاد، أي منذ زمن المهندس الزراعي القرطاجي ماغون. قبل المسيح، 8 قرون قبل المسيح. وضع ماغون في كتبه أسس زراعة الكرمة وإنتاج النبيذ، وما زلنا نطبق مبادئه حتى اليوم. Je peux vous dire qu'il y a trois grandes familles d'arômes en fait. للنبيذ 3 نكهات. أولها النكهة التي تكون في العنب نفسه وتختلف باختلاف نوع الكرمة. أما النكهة الثانية فهي التي تتحكم بها من خلال عملية التخمير عبر أجهزتنا وتقنياتنا، ونسعى إلى التحكم الأمثل بعملية التخمير لنستخرج أفضل النكهات. المجموعة الثالثة من النكهات هي التي يكتسبها النبيذ أثناء عملية التعتيق من خلال استعمالنا لبراميل مصنوعة من خشب السنديان. في الخمور الحمراء كما في الخمور البيضاء الورديه فما 3 اصناف، ثم الخمور الرفيعه جدا، ثم الخمور الرفيعه، ثم الخمور المتوسطه، وثم الخمور العاديه. انت والكاتيجوري وانت والتصنيف نتاع الخمور. عمليه التصنيف تصير ماك تعرف في الخمور كما يصير في اوروبا، احنا مدرسه اوروبيه لنا، خاطر ما تنساوش اللي الفرنسيين هما اللي معناها خلونا التراديسيون نتاع الخمور. دونك نخضعوا للمناطق المثبته الاصل، التسميه المثبته الاصل، ابيلاسيون دوريجين كونترولي. دونك الخمور تبدا تجينا لنا في شركه كوروم كارتاج، نبداو بعمليات التصفيه، عمليات التصفيه وعمليات التصنيف وعمليات كل عمليات تقنيه. لهنا نقوم بالتحاليل اللي تتعلق بالنبيذ. نفتشوا على ثاني أكسيد الكبريت والكبريت الكلي والحموضة الطائرة الاسيديتي فولاتيل والحموضة الكلية والكحول ونسبة الكحول الموجودة في النبيذ، ويلزم تكون المعايير نتاعها معايير
تتطابق على المواصفات الدولية. On peut l'expliquer scientifiquement par que يفقد النبيذ في البرميل كمية منه مع مرور الزمن، وهي الكمية التي يطلق عليها تقليديا حصة الملائكة، ويمكننا تفسير ذلك علميا، فالكحول يتبخر أسرع من السائل، فيفقد النبيذ من جراء ذلك جزءا من كميته. وتستند عملية التعتيق إلى المبدأ الفيزيائي القائل بتعويض أي فراغ بملئه بكمية بديلة، فالهواء يدخل البرميل من خلال الخشب ليعوض عن الكحول المتبخر، فيكتسب النبيذ بذلك نكهة الخشب. le bois qui va donner des arômes de bois. التذوق نتاعنا يبدا بالعين. شوفوا اللامبيديتي، بريونس، لمعان، اللون تاع الخمر، خمر ابيض. شوفوا اللمعان نتاعو كيفاش، بريونس. وبعد نبداو بعمليه الشم. عمليه الشم هو نحركوا الخمر شويه ونحاولوا نشموا الخمور هذه، ونحاولوا نربطوا نوعيه الرائحه تاع الخمر بحاجه تكون ميموريزيه في المخ. طبعا على ما تبحث يعني عندما تكون في مرحلة التذوق أو الشم؟ الشم هو مرحلة مهمة جدا جدا. خاطر في الشم انت الروائح اللي باش تعاود تخرجها من الخمر هذيك هي عندها علاقة اول حاجة بنوع العنب. خاطر العنب الاكحل مش واحد برك عنب اكحل، ثم برشا انواع تاع عنب اكحله، وكل نوع تاع عنب عنده الخاصية نتاعو. ثم الخمور اخرى اللي هي نسميوها احنا ما عندناش الحق نقولوا التسميه تاع الشامباني، مي خمور اللي ظاهي الكاليتي تاع الشامباني. اول حاجه هي نوعيه العنب. نوعيه العنب، ثم عنب يدخل للمركز التحويل يكون سليم نظيف طايب، نقولوا احنا طايب معناه وصل لمرحله النضج نتاعو هذاك، مع خدمه التقني تتحصل على خمور رفيعه. واذا كان انت في مركز التحويل يجيك عنب مش ذو جودة رفيعة، العنب فيه شوية مرض، فيه شوية طقس، ولا الأمطار ما خلتش العنب يطيب بالكدا، دونك من العنب المتوسط والدنيء ما تنجمش تعمل خمور رفيعة، تنجم تعمل كان خمور عادية ولا تحت العادية.